عمرك فكرت إن شرب المية ممكن يكون غلط؟ مش بس في الكمية لكن كمان في الطريقة. شرب المية وانت واقف ناس كتير بتعمله بشكل يومي من غير ما تفكر، لكن الحقيقة إن الطريقة دي ممكن تأثر على جسمك أكتر مما تتخيل. لما بتشرب المية وانت واقف خصوصا لو بسرعة، جسمك مش بيدي فرصة للمية إنها تتوزع بشكل طبيعي. المية بتنزل مرة واحدة على المعدة، وده ممكن يعمل نوع من الضغط المفاجئ على جدار المعدة والجهاز الهضمي. ومع التكرار ممكن تحس بعدم راحة أو حموضة أو حتى انتفاخ. بعض الناس كمان بيشتكوا إنهم بيحسوا بتقل أو لخبطة في الهضم بعد ما يشربوا بسرعة وهم واقفين. خلينا نفهم الموضوع بشكل أبسط. جسمك لما بيكون في وضع الجلوس بيكون أكثر استقرار. الجهاز الهضمي بيكون في وضع مناسب لاستقبال السوائل وامتصاصها بشكل تدريجي. لكن وانت واقف خصوصا لو مستعجل، جسمك بيكون في حالة حركة، وده بيخلي دخول المية للجسم أسرع وأقل تنظيم. وده ممكن يقلل من كفاءة الاستفادة منها بدل ما الجسم يمتصها بهدوء. كمان نقطة مهمة إن الشرب بسرعة جدا سواء وانت واقف أو قاعد ممكن يسبب مشاكل زي دخول هواء مع المية، وده ممكن يعمل انتفاخ أو إحساس بعدم الراحة. عشان كده دايما بننصح إنك تشرب ببطء وعلى رشفات مش مرة واحدة. طيب إيه الطريقة الصح؟ أول حاجة، حاول دايماً تشرب وإنت قاعد، وده بيدي جسمك فرصة يركز في عملية الامتصاص. تاني حاجة، اشرب المية على رشفات صغيرة مش مرة واحدة. تالت حاجة، ما تشربش كمية كبيرة جداً مرة واحدة، قسم شربك على مدار اليوم. رابع حاجة، حاول تبعد عن شرب المية المتلجة جداً، خصوصاً لو كنت تعبان أو بعد مجهود، لأن ده ممكن يسبب صدمة بسيطة للمعدة. كمان من الأخطاء الشائعة إن ناس كتير بتستنى لحد ما تعطش جدا وبعدين تشرب كمية كبيرة مرة واحدة، وده مش صح. الأفضل إنك تشرب بشكل منتظم طول اليوم حتى لو مش عطشان قوي، عشان تحافظ على ترطيب جسمك بشكل مستمر. في ناس ممكن تسأل، هل فعلا الشرب واقف خطر جدا؟ الحقيقة إن الموضوع مش بالخطورة اللي بتتصور في الفيديوهات المنتشرة، لكن الفرق الأساسي بيكون في الراحة والهضم وطريقة تعامل الجسم مع المية. يعني مش هتحصل لك مشكلة كبيرة من مرة أو مرتين، لكن العادات اليومية الصغيرة هي اللي بتفرق على المدى الطويل. كمان مهم تعرف إن جسمك محتاج مية بشكل أساسي لكل العمليات الحيوية، من تنظيم درجة الحرارة لتحسين التركيز لدعم الكلى والهضم. فمش بس المهم إنك تشرب، لكن كمان مهم إزاي تشرب. ولو عايز تستفيد أقصى استفادة من المية، حاول تبدأ يومك بكوب مية أول ما تصحى، ده بيساعد جسمك يصحى وينشط الدورة الدموية. وكمان حاول تشرب قبل الأكل بمدة بسيطة عشان تساعد الهضم، لكن بلاش تشرب كمية كبيرة أثناء الأكل عشان ما تأثرش على العصارات الهضمية. نقطة كمان مهمة،